طورت بشهادة جميع لاعبي القارة الافريقية وبالتحديد الكاميرون، نيجيريا، غانا، محترفين في الدوري الاوروبي، وبالتالي كان هناك فائدة لهذه المنتخبات على المستوى الاولمبي. سيطرت الكرة الافريقية وشفنا بطولة ايضا، وقبل ذلك مشاركة في كأس العالم للكرة الافريقية بسبب مشاركة لاعبيها في الاحتراف الخارجي. ملعوب الكرة في المنتصف، جونيور مع اللاعب صلاح الدين، تسديده قويه، الله! الهدف الاول النصراوي، هدف جميل، الله 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 على الهدف الجميل، الهدف الجميل من جونيور، تسديده قويه. احنا بنقول التسديدات من خارج منطقه الجزاء هي المطلوبه، وتسديده قويه وداخل المرمى، والهدف النصراوي الاول. شوف العدل البطيء، وتسديده بقدمه اليمنى ايضا وتستقر داخل المرمى وتعود مره اخرى. شوف العدل البطيء وتسديده بالقدم اليمنى من جونيور وداخل المرمى. شوف العدل البطيء، شوف جونيور بقدمه اليمنى، شوف التسديده وداخل المرمى تماما. شوف بكامل محيطه، فعلا اعادت فعلا بعد ان استقرت في الشبكه عادت اخرى كره جونيور. احنا قلنا التسديد مطلوب وجونيور سدد وبقدمه اليمنى ضيع من ضربات الجزاء. وضربه جزاء للنصر، والمتعهد دائما لضربات الجزاء النصراويه جونيور، وبنشاهد. لكن هناك مشاوره مع الجهاز الفني وصالح المطلق وتوجيهات من يقوم بتنفيذ ضربه الجزاء. وفعلا مدرب الفريق هذا الاستاذ مدير الفريق عواد العنزي ومدرب الفريق جونيور على التنفيذ وصاحب الهدف الوحيد حتى الان في المباراه، وضربه جزاء نصراويه. جونيور وراشد المقرن، جونيور وراشد المقرن وعلى التنفيذ جونيور المتعهد لجميع الكرات الثابته. جونيور راشد المقرن، راشد المقرن، صدقوا الله، برافو عليك، تعود مره اخرى والهدف، الله! الهدف الثاني النصراوي، والمتابعه جميله جدا ايضا. حاول فعلا ورد كرة جميلة جدا راشد المقرن، ولكن تعود مرة أخرى لعبد الرحمن البيشي يسجل الهدف الثاني النصراوي. إذا هذا اللاعب على موعد مع تسجيل الأهداف، عبد الرحمن البيشي، ويسجل الهدف النصراوي الثاني. كرة جونيور استطاع راشد المقرن، شوف العدل البطيء، كان تنفيذ خاطئ أيضا من شوف جونيور، شوف ايضا توقيت سليم ايضا من راشد المقرن، ولكن متابعه جميله جدا ايضا من البيشي. شوف ايضا، شوف فعلا، شوف البيشي ومتابعه جميله جدا عبد البيشي.